حقيقة الشناقة في أسواق العيد شكون السبب الحقيقي في غلاء الحولي؟ هذا العام ومع اقتراب عيد الأضحى رجعت نفس الأسئلة كتدور في بال المغاربة. علاش الحولي غالي؟ شكون السبب؟ وش الشناقة هم اللي خربوا السوق ولا كاين أسباب أخرى مخبية؟ ورغم التساقطات الأخيرة اللي عرفها المغرب بزاف ديال الكسابة كيأكدوا باللي الخسائر ديال سنوات الجفاف الماضية مازال مؤثرة على السوق، وهذا الشي خلى أثمنة الأضاحي تبقى مرتفعة هذا العام. اليوم غادي نحكيو قصة حقيقية كتشبه لآلاف القصص. فالمغرب قصة كساب بسيط وشناق ومواطن غير قادر يشري الحولي. بداية القصة فدوار صغير نواحي خنيفرة، كان عايش العربي، كساب معروف وسط الناس بالتربية ديال الغنم. العربي داز سنوات صعيبة بزاف، الجفاف ضرب البلاد، العلف طلع الثمن والماء ولا قليل. باش يبقى محافظ على القطيع ديالو كان كيبيع من ذهب مرتو وكيتسلف من الجيران. كان كيقول الحولي لي كان كيكلفني 1100 درهم ولا كيدخل عليا بأكثر من 2500 درهم. ورغم هادشي كامل بقى متشبت بالمهنة ديالو حيث ورثها على باه وجدو. سنوات الجفاف وتأثيرها المشكل ما بداش هذا العام فقط، المغرب عاش سنوات متتالية ديال الجفاف، وهذا الشيء أثر بشكل كبير على تربية الماشية. بزاف ديال الكسابة الصغار باعوا القطيع ديالهم وبعضهم خرج نهائيا من المجال. العلف طلع، المحروقات طلعت، النقل تزاد، وحتى الأدوية البيطرية ولات غالية. يعني قبل ما يوصل الحولي للسوق الثمن دياله أصلا طالع بزاف. دخول الشنائي للسوق قبل العيد بشهرين، بداو الشنائي كيدوروا في الدواير والأسواق. واحد منهم سميته حميد، كيجي بسيارة كبيرة يشوف الحوالة ويشري عدد كبير دفعة واحدة. العربي كان محتاج الفلوس بسرعة فباع لي الحوالة بثمن معقول. لكن المفاجأة كانت من بعد، نفس الحولي يتباع من عند العربي ب3000 درهم، تلقاه في السوق كيتباع ب4500 وحتى 5000 درهم. هنا بدأ الغضب ديال المواطنين. المواطن البسيط في الدار البيضاء كان يوسف كيدور في سوق العيد مع ولده الصغير، كل مرة كيسول على الثمن كيتصدم. واش هاد الحولي من ذهب؟ ولده كان فرحان باغي يشري خروف العيد، لكن يوسف كان عارف باللي الميزانية ما كفياش. رجع للدار مهموم، مرته كتسوله شريتي الحولي؟ سكت شوية وقال الأسمنة شعلة، الله يدير تاويل الخير. شكون المسؤول الحقيقي؟ بزاف كيعتبروا الشناءة هم السبب الرئيسي، حيث كيشريو بأسمنة منخفضة وكيعاودوا البيع بربح كبير. ولكن الحقيقة أعقد من هادشي. كاين الجفاف، غلاء العلف، ارتفاع النقل والمحروقات، نقص القطيع الوطني، كثرة الوسطاء المضاربة. فالأسواق يعني الشناق ماشي بوحده السبب، لكنه زاد النار شعلة. رأي الكسابة، بعض الكسابة كيأكدوا باللي حتى هم متضررين، حيث المواطن كيشوف غير الثمن النهائي لكن ما كيشوفش شحال صرف الكساب باش يوصل الحولي لهذه المرحلة. واحد الكساب قال إلا بعنا برخيص غادي نخسره، وإلا بعنا بالغالي المواطن ما يقدرش يشري. هذه المعادلة خلات الجميع متضرر. النهاية العيد قرب والأسواق عامرين بالناس، كاين اللي قدر يشري وكاين اللي ما زال كيقلب، وكاين اللي قرر يصبر هذا العام. لكن السؤال اللي بقى مطروح، وش فعلا الشناقة هم السبب الرئيسي ولا الأزمة أكبر من هادشي كامل؟ أكيد إنه الحل ماشي سهل، ولكن تنظيم الأسواق، تقليل الوسطاء، ودعم الكسابة الصغار ممكن يخفف من هذه الأزمة. فالمستقبل، خاتمة الفيديو، وانت شنو رأيك؟ وش كتشوف باللي الشناقة هم السبب الحقيقي؟ فغلاء الحولي ولا الجفاف وغلاء المعيشة هم السبب الأكبر؟ كتب لينا رأيك في التعليقات، ومتنساوش ديروا لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد.